حكينا أول خطوة راح تكون اللي هي إنك تطلع الرخصة الدولية. هاي الرخصة الدولية بتروح على دائرة الترخيص عندك في البلد، تحكي لهم بدي أطلع الانترناشونال درايفر لايسنس. هاي أول خطوة قبل ما تيجي على أمريكا بدها تكون معك. هاي هون في أمريكا بتكون صالحة تقريبا ل6 أشهر لسنة، تكون صالحة إنك تقدر تعمل قيادة في أمريكا من 6 أشهر لسنة كاملة، وأنت بتقدر تسوق فيها بشكل قانوني في أمريكا. الخطوة الثانية اللي لازم نعملها اللي هي نطلع إحنا نعمل حساب في البنك. حساب البنك بفيدك في كتير معاملات. لا سمح الله أنت في منطقة يعني في أمريكا ما في تكاسي، وين ما كان وين ما تلف وجهك في اليلو تاكسي تأشر له وتطلع معاه، لا، بدك تكون تستخدم تطبيقات اللي بيستخدموها اوبر، ليفت، اي تطبيق بدك تستخدمه بلزمك اللي هي بطاقة الائتمانية اللي هي الديبت كارد. فبتروح على البنك. انا يعني لما اجيت على جواز السفر فتحت حساب في بنك اسمه ويلز فارغو، اخذوا بس الجواز السفر وفتحوا لي حساب واعطوني ديبت كارد مؤقتة. هاي بتقدر تستخدمها قبل ما يبعثوا لك الاصلية على البيت. الخطوة الثالثة قبل ما تيجي هون بدك تحدد وين بدك تروح. هل انت هدفك انك انت تبلش حياة هون؟ هل انت هدفك انك تستمتع؟ هل هدفك انك انت بس بدك مثلا تعمل معاملة هجرة؟ فكل واحدة من هدول إلها مكان في أمريكا مناسب لإلها. هلا إذا أنت مفكر مثلا تيجي وتعمل لجوء أو تعمل هجرة هون في أمريكا، بدك تبعد عن الولايات اللي فيها جمهوريين، فاهم علي كيف؟ لأنه بتكون القوانين عندهم صارمة. أما إذا جاي بدك تعمل سياحة، عندك ولاية فلوريدا، عندك كاليفورنيا، هدول من أفضل الولايات اللي عشان تعمل فيهم سياحة. الشيء الثالث، إذا أنت مثلا بدك تبلش حياتك من هون، أمورك جاهزة، بس بدك تبلش حياتك وتعيشها، بدك تروح على منطقة فيها عرب. أنا بنصح كواحد جاي جديد على أمريكا، بنصح في ولاية تكساس الأمريكية. ولاية تكساس الأمريكية ميزتها حلوة كثير، اللي هي رخيصة، يعني قد ما يعني تقريبا من أرخص الولايات اللي ممكن تروح عليها في أمريكا اللي هي ولاية تكساس. هيوستن بالتحديد فيها منطقة للعرب كتير، تقدر تبلش حياتك هناك. صحيح حامية وهيومن، بس كواحد مبتدئ وجاي جديد وبده يبني حاله ويفهم القوانين منيح، هيوستن أنسب إشي لإلك. هاي خلصنا من تاني خطوة اللي هي تحديد الوجهة. الخطوة الثالثة، بس توصل أمريكا، فهم علي كيف؟ بدك تبلش تدور على سيارة. ما في، بدك تبلش تدور على سيارة. في كتير ناس، أي معارض بتقدر تفوت على المعارض، بتقدر تفوت إذا بتعرف حدا من العرب ممكن توقع معاكم ديالات لمدة مثلا تشتري لك سيارة خفيفة، يعني حركة 3000 4000 بس توديك وتجيبك. لأنه زي ما حكينا مواصلاتهم مو سهلة، مش في كل الولايات في مواصلات، يعني مش زي نيويورك تقدر تطلع في المترو أو تركب الباصات العامة. شوي الأمور صعبة. فأنت عشان تقدر تتقدم في أمريكا وتمشي خطوة تسبق فيها غيرك، بدك تبلش تدور على سيارة. من شغلك تسد حق السيارة. هاي الخطوة كتير مهمة، فاهم علي كيف؟ لأنه لما يكون عندك سيارة بصير عندك المجالات أكبر. حتى لو الشغل شوي بعيد بكون معك سيارة عادي. حتى مثلا بدك تشتري طلبات للأكل بكون معك سيارة عادي. حتى لو مثلا ما بدك تشتري سيارة اشتري سكوتر، فاهم علي كيف؟ يعني لازم يكون عندك وسيلة نقل. هاي الشغلة لازم تحطها ببالك. خلصنا من هذا الموضوع. الموضوع الثالث السكن. هلا انت بس بدك تيجي تدور على سكن، انت كواحد جاي جديد بتدور على سكن، ما تدور على اشي كتير عالي، خاصة اذا كنت رايح على ولاية جديدة. بدك تدور على سكن قريب من المحلات العربية. بتفوت في جروبات كتير على الفيسبوك، في جروبات كتير موجودة بتبحث تسأل وين أفضل منطقة موجود فيها العرب. ممكن تسكن مع ناس. في كتير خيارات إنك تبلش فيها إيش؟ إنك تسكن فيها.
ممتاز. هلا احنا معنا الرخصة الدولية، فتحنا حساب بالبنك، بندور على سيارة. حتى لو استأجرت سيارة، يعني في تطبيق اسمه تورو، بتفوت عليه بيأجر لك السيارة ب$30 باليوم. هلا بتحكي لي يا محمد، طب انا مثلا احنا هلا خلصنا الموضوع، كيف تبلش خطوتك الاولى في امريكا؟ حساب البنك، الرخصة، والسيارة. هدول سلاحك في الغربة. يعني إذا كانوا معك هدول الثلاث، أنت في أمريكا وين ما تروح، وين ما تلف وجهك، بتكون بأمان. عدم المؤاخذة، أنا لما رحلت من هيوستن لفلوريدا، ما كان عندي شغل ولا كان عندي وظيفة بتستناني. رحت وأنا رايح متوكل طبعا على رب العالمين، رايح وسلاحي على جنبي. اللي هو شو السلاح اللي معاي الرخصة تاعتي، ومعاي السيارة تاعتي. هادول سلاحي على جنبي. بشغل التطبيق، يعني تطبيق الدورداش، تطبيق اوبر. طبعا اوبر وليفت بيحتاجوا كأنه لازم يكون لك سنة بتسوق عشان يعطوك يعني هاي خطوة، يعني شغلة كثير مهمة لازم تعرفوها. إذا مفكر تشتغل اوبر وليفت، لازم يكون لك سنة أو سنتين بتشتغل في اوبر وليفت عشان يتفعل عندهم الخدمة. هلا ممكن أنت تشتغل تطبيقات ثانية مثل دورداش، جروب هاب. هدول التطبيقات توصيل الأكل كثير ممتازة وفيها فلوس، ويعني بتسلكك. عارف كيف؟ يعني بتسلك أمورك فيها. فأنت لما ترحل من ولاية لولاية، دائما كون عندك هاي التطبيقات، اعمل ساين ان فيهم، سجل فيهم. لا سمح الله صار معك اي اشي، بتكون انت خلص بتشغل التطبيق، لازمك شوية فلوس، بتشغل التطبيق وبتبلش تشتغل. هلا من الشغلات الثانية اللي انت بتحكي له، طب محمد انا ما مش قادر اعمل ساين ان لانه انا بدهم السوشيال، او بدهم مثلا رخصة القيادة، وانا لسه ما صارت معي رخصة القيادة. شو اعمل يا محمد؟ انا بحكي لك. انت كجاي جديد، تمام، في عندك عدة خيارات. انا اشتغلت على الرخصة الدولية فالت، كنت اخذ $10 على الساعة. لما اجيت اشتغلت على الرخصة الدولية كنت اشتغل مثلا $10 على الساعة. هاي واحدة من الامور. تقدر تشتغل ويترس. الويترس شغلتها ممتازة يا اخوان. ليش؟ لانك بتوسع الافق تاعتك، تعاملك مع الناس بصير ممتاز، اللكنة الأمريكية شوي بتتحسن عندك، خاصة إذا تعاملت مع زباين أمريكان. بتصير تتشجع إنك تتكلم وتحكي كذا. الفرص بتصير حواليك، تسأل فلان، تسأل علان، إذا شفت بتصير أنت أصحاب مع الناس الزباين اللي بتجيك، ممكن تسألهم إذا عندك أي استفسارات. فهذول الشغلتين، فاليت ويترس، هاي بتسلكك بالغربة حتى لو ما معك أي اشي. فاهمين علي كيف؟ هلا بتحكي لي يا محمد، طيب ايش في ممكن شغلات وظائف ممكن اشتغلها؟ حلو. اذا انت جاي جديد في امريكا، تمام، وعندك القابلية اللي تتعلم صنعة، او عندك صنعة، انت زي كأنك معك شهادة دكتور هون في امريكا. احكي لي كيف. الصنايعي هون بيكسب ذهب. فاهم علي كيف؟ اذا بدك تشتغل في الادهان، إذا بدك تشتغل في الكهرباء، إذا بدك تشتغل في المواسير، إذا بدك تشتغل صيانة عامة. فاهم علي كيف؟ هاي الأمور جدا مكلفة في أمريكا. فهم لما ينادوا مثلا مسرجي، أنت بتروح هناك بتعمل مسرجي هناك، أو بتعمل مثلا كهربجي، أو بتعمل مثلا هاي الصناعة. يعني بشكل عام كصنايعي جدا ممتاز انك تتعلم البنى. موضوع البنى، اذا انت عندك القدرة البدنية انك تفوت في موضوع البنى، هاي ممتازة. يعني انت تتفرج، لازم تكون يعني اللي هي الخطوة الرابعة، اللي هي تحط هدف. مجرد ما ثبت حالك وحطيت هاي الامور، الخطوة الرابعة اللي لازم تعملها تحط هدف. كثير ناس بتيجي هون، طبعا في امريكا يا اخوان، اذا انت الك 5 سنين هون في امريكا وانت ولا عملت اشي، ما تتضايق ولا تزعل ولا تغلب حالك وتحكي انا شو عملت في غربتي. الخطوة الرابعة انك ترسم هدف. اذا انت ماشي على الهدف تاعك، حتى لو ما انجزته
انت باعتبار انت بتسبق الجميع. ناس هون كثير، يعني هون الأحلام بتضيع إذا أنت مش حاطط هدف، أحلامك كلها بتتبخر، بصير بدك تشتغل من أسبوع لأسبوع. فاهم علي كيف؟ فالخطوة الرابعة اللي هي تحط هدف. إيش بدك أنت تصير صنايعي، بدك أنت والله تفتح بزنس، إيش البزنس اللي بدك تفتحه، بدك تشتري تريلا كبيرة وتبلش تشتغل عليها، بدك ترسم خطة، وهاي الخطة بدك تمشي عليها. هاي كتير مهمة الخطوة، بدك ترسم خطة تحطها في بالك، وحاول انه ما تحكيها لحدا. الخطة هاي تضلها حافز عندك جواتك، لانه ما حدا بحب الخير لحدا. لعلمك فيش اشي في امريكا ما بزبط، كل اشي بزبط اذا حطيت هدف. كل نهاية، اذا انت اشتغلت في المطبخ نهايتك شيف، الشيف بياخذ مصاري كثير. بلشت في الصناعة نهايتها محل أو نفس هالصنعة، لك زباين ولك بزنس ممتاز. كل إشي نهايته ممتازة، بس أهم شي تكون راسم خطة صحيحة. فاهم علي كيف؟ هاي الخطوة رقم 4، حدد هدفك. طبعا الخطوة الخامسة اللي لازم تعملها اللي هي صلة الأرحام. بس تيجي هون في أمريكا، إذا بدك ربنا يوفقك وبدك إن أمورك تتيسر ونفسيا تكون مرتاح، لازم يكون عندك صلة الرحم. أبوك، أمك، إذا مش قادر تحول فلوس احكي معهم، رن عليهم كل يوم، كل يومين رن عليهم، احكي معهم، اطمن، احكي يعني كل يوم احكي. حاول انك تعود حالك انك تصل للرحم تاعك، لانه ربنا من فوق بيسر لك الامور. انا ما يسر لي غربتي غير رضا الوالدين. لما اجيت على امريكا فعليا، ما لما اجيت على ولاية هيوستن ما كنت اعرف ولا حدا ولا بني ادم. ربنا يسر لنا اولاد الحلال في طريقنا. ليش؟ رضا الوالدين اللي هي رقم 5. طبعا رضا الوالدين رقم 1 بالنسبة لي، بس احنا حطينا قسمنا الخطوات بعد ما وصلت امريكا شو تعمل. طبعا من الامور اللي لازم تعملها اللي هي اللانش بوكس. من ايجابيات اللانش بوكس، اول اشي بتوفر على حالك فلوس، تكسب صحتك، اكلك بانتظام، اعمل نظام اكل، مش تاكل شروي غروي. خلص هاي موعد اكل، هذا موعد عشاء، هذا موعد مثلا سناك، كل 5 مرات باليوم لا تقصر. فطور غدا عشاء سناكين. التزم بهذا الاشي، بتضلك في نشاطك، بتضلك في صحتك، محافظ على صحتك، بتضلك انت امورك تمام. يعني ما بصيب عندك يعني انا بعرف كثير ناس اجت هون صار معها قرحة، وصار معها تسمم، وصار معها فاتت على المستشفى ودفعت اللي فوقيها وتحتيها مصاري، لانه هون المستشفى اقل طوارئ بدك تفوتها بدك تحط $10,000. فاهم علي كيف؟ فانت حافظ على صحتك وخليك مركز على هدفك، وكل يوم بس تيجي تروح او الصبح قبل ما تطلع على الشغل اعمل هذا الروتين اليومي. حط الاكل تاعك، اذا مرتك او انت جهز لك الاكل تاعك، بتجيب اكلك بتجيب اغراضك من الوالمارت، فواكه، خضار، رز، دجاج، لحمة. خلي عندك دائما. لعلمك اوفر ب1000 مرة من انك تشتري وجبات جاهزة. فاحنا خلصنا هيك 5 خطوات. شكرا لكم. بتمنى الكل اذا عجبك الفيديو تعمل زر اللايك ومشاركة. راح اعمل فيديو ثاني تكمل الفيديو هاي. هذا بس لانه اول فيديو على صفحتي. شكرا كثير لكم. بتمنى الكل يدعمني. محمد سعفان اخوكم. وشكرا لكم.